النهارده بقى هقولك ازاي تعملي صينية كنافة احترافية بالكريمة احلى من بتاعة الحلواني. كل اللي هيدوها من ايدك مستحيل يفكر انك عاملاها في البيت. اول حاجة في كسرولة او في طاسة هضيف كوباية ونص من السكر، عليهم كوباية ونص من المية، عليهم عصير نص ليمونة ومعلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. هندوب عسل الجلوكوز كويس جدا وبعد كده هنضيف ذرة من الملح، وبعد كده هنسيب الكلام ده كله يغلي، وهنسيبه بعد الغليان 7 دقايق على نار هادية جدا. نوع الكنافة بقى اللي بستخدمه كانتي، وده احلى نوع كنافة ممكن تعملوه. في الكبة بقى هفرم الكنافة كويس جدا. اول ما توصل بقى للمرحلة دي او للنعومة دي هبتدي بقى اكون مجهزة معايا كوباية من السمنة على معلقة واحدة او معلقتين من الزبدة، المهم تكون السمنة فيها نسبة زبدة. هضيف كده لون برتقاني وده اختياري لحد ما اوصل للون المظبوط، يعني اللون ده حلو جدا علشان يلون الكنافة ويخلي شكلها كده زي الجاهز واحلى كمان. هنبتدي نفرك بقى الكنافة كويس قوي من المادة الدهنية زي ما قلت لكم سمنة، ويستحسن تكون سمنة بلدي او فيها نسبة من السمنة البلدي عشان تديكم طعم حلو. اضيف بعد كده معلقتين كبار من السكر البودرة وهوزعهم كويس قوي في الكنافة. وفي صينية بقى مقاس 26 هبتدي ان انا اوزع معلقة كبيرة من السمنة في قاع الصينية، وبعد كده بقى هعمل طبقة كنافة يعني مش سميكة قوي، انا ما بحبش الكنافة تكون سميكة قوي بصراحة، يعني بحط طبقه كويسه كده من الكنافه. اهم حاجه ان انا اعمل سور كده من الكنافه علشان بعد كده لما ارجع اضيف الكريمه. هسكن الكنافه كويس قوي في الصينيه وبعد كده هنجهز الكريمه على طول. معايا هنا بقى كوبايتين ونص من اللبن، عليهم معلقتين كبار من النشا ومعلقه كبيره من كريم شانتيه الخام، بتدي طعم كريمه حلو لكن ممكن نستغنى عنها مفيش مشكله. هقلب الكلام ده كله كويس قوي مع بعضه. اول ما النشا تستوي والقوام يتقل هنزل بالقوام على طول كده على الكنافه بالشكل ده، وهسيب الكريمة تبرد تماما. لازم تبرد الاول خالص علشان بعد كده ارجع اضيف الطبقة التانية من الكنافة، وده علشان طبقات الكنافة والكريمة تكون ظاهرة معانا كده بعد التقديم او اثناء التقديم. هنحط بقى طبقة خفيفة قوي من الكنافة زي ما انتم شايفين كده على الكريمة. زي ما قلت لكم انا بحبش طبقات الكنافة تكون تخينة او سميكة. اتبقى معايا شويه من الكنافه ممكن استخدمه في وصفات تانية. بسكت بقى الكنافه كويس قوي في الصينيه بالشكل ده وبدخلها تستوي على نار وسط لمده مثلا ساعه او ساعه الا ربع. بعد كده بسيبها تهدى 10 دقايق وبسقيها بقى بشويه من الشربات من فوق كده، وبعد كده برجع اقلبها بقى. بس اهم حاجه تسيبوها تبرد شويه علشان لما نقلبها تكون الكريمه مسكت معانا شويه. بنسقيها بقى بقيه الشربات ونوزعه كده بسكرابر او معلقه اي حاجه متوفره عندنا. مش عايزه اقول لكم بقى طبقات الكريمه والكنافه واضحه معانا وطعمها خيالي. عايزه اقول لكم لما تقدموها كده لضيوفكم او على السفره كده في رمضان مش هيصدقوا ان هي معموله في البيت. تحفه جدا، جربوها بالطريقه دي، طريقتها سهله وبسيطه. ما تنسوش تعملوا لايك للوصفه، اشتراك في القناه، وبسلام.